السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير مهنيين بصحة جيدة. نشكركم كثير على الكلام الطيب اللي خليتوه في التعليقات، ربي يسعدكم. لو لأول مرة تلتحقي بالقناة نقول لك مرحبا بك. اليوم راح نتكلموا على تلقيح ضد فيروس كورونا، وكان هذا سؤال من الأخت أحلام مأمون اللي كتبت عدة تعليقات وقالت لي الأخت الأفراح جاوبيني. نقول لك نجاوبك لي نقدر عليه وباش ما نطولش على الأخوة. ارتفاع رهيب في عدد الإصابات بفيروس كورونا المتحور، وهذا الشيء راه يخلع الناس. يعني واش رايك في التلقيح؟ هذا هو السؤال تاعها. دوك نجاوبك بربي إن شاء الله على سؤال ديالك، وإن شاء الله يكون كلامي واضح ليك ولغيرك لأنها تخاف من هذا التلقيح. أنا هخاف من إيه؟ أيوة تخاف من إيه؟ بشكل فكاهي نبداو الفيديو ديالنا. هام لك التعليقات ديالها على بركة الله. نبداو. كل الناس راهي خايفة وكل الناس راهي تتكلم على التلقيح، يعني لو فاكسان. قبل ما نهضروا على لو فاكسان، انا رايي الشخصي الناس تشوف الاكثر يعني الشيء اللي راه يخلع الكلام اللي راه يتداول بين الناس والناس. كاين ناس اللي دير الفتن، وكاين ناس اللي واعيه، وكاين ناس اللي على بالها واش راه يدير. يعني بكل صراحة لازم تكون عندك القوة والرجاحة في العقل، لأنه الإنسان كي ما يكونش عنده الوعي وما يكونش إنسان عارف واش يدير، كل كلام راح يخلعه وكل كلام راح يأثر عليه في حياته الشخصية. هذا بالنسبة للتطعيم أو لو فاكسان. ما راحش نتكلم على انواع التلقيح، ما راحش نهضر الى نديروه الصباح ولا العشيه، لانه الناس ولات تهضر في كلش. حتى هاد الاسئله ولات الناس تقول حتى اللي يدير الفاكسان يعني ما يقدرش يروح للدونتيست. هادو قلت الناس اللي ما عندهمش الوعي وين يديروا شوشره ويخلعوا الناس، وكل واحد اجره عند الله سبحانه وتعالى. لانه لو نفصلوا الدين على الحياه الانسان يتيه في هاد الدنيا. وكاين ناس اللي راهي تهدر حتى بعد التلقيح، والناس اللي عندهم المناعة. شوفي الأرجح يعني الناس والدكاترة والناس المختصين في هذا الأمر راهم يقولوا أنه المرأة الحامل ما لازمش تاخد يعني هذا اللقاح، أو المرأة المرضعة. هذا الحاجة الأساسية اللي لازم تفهميها، لأنه أنا ما راحش نضللك ولا نكذب عليك أو نزيد يعني الوسواس للناس اللي راح تشوف هذا الفيديو. لأنه الأغلبية من الناس قلت راهي مسوسة وخايفة، وحتى يمكن راهي تدير كوابيس في الليل كي ترقد، لأنه إنسان يخاف على صحته ويخاف على روحه. ولكن الله سبحانه وتعالى لكل داء دواء. دونك قبل ما يكون التلقيح كانت الناس تقول له كان غير يكون كاين التلقيح ولا دواء لهذا المرض باش نحمي روحي ونحمي الأهل ديالي ونحمي خاوتي وكل العائلة بكل صراحة. ولما جاء التلقيح الناس ولا تهدر كلام اللي رانا نسمعوا فيه، يعني بدون ما نهدر على كل الكلام اللي راه يدور بين الناس، لأنه كامل الناس راه يتخمم كيف كيف. لأنه الأصل في الكورونا فيروس يعني ما راحش. الناس اللي كانت عندها وما زال عندها الوعي، ما زال عندها التباعد، ما زال عندها تحترم وعندها الاحتياطات، يعني البروتوكول المعروف هو الكمامة وغسل الأيدي، واللي حفظناه وتعلمناه من هذا الفيروس. وإحنا ضحية تاع الناس اللي ما عندهاش الوعي، والناس اللي راحت يعني البحر، والناس اللي خرجت في رمضان، والناس اللي راحت عند الأهل، والناس اللي خرجت، والناس الأخر اللي كذبوا أنه الفيروس ما كانش. حتى جات الحالة تاع نقص في معدات الأكسجين، وين الناس راهي تخاف والناس اللي راهي محتارة. وهذا قلت راجع لسبب وعدة أسباب، منها كاين ناس وين ساكنة باش ما ننساوش، لأنه في الحرارة وفي الصيف يكونوا فيروسات من غير الكورونا اللي رانا خايفين منه، اللي حاجة ما لازمش ننساوها. لأنه كاين الكوليرا ما تنسى، هذه لازم ما ننساوهاش، لأنه تقدر تكون في الصيف ودرجة الحرارة. وما نساوش باللي خرجنا من العيد الكبير، وكاين الحشاكم الأوساخ، وكاين يعني
النظافة راهي في بعض الأحياء منعدمة، والحرارة تأثر وتخرج بكتيريا وتخرج ميكروبات وفيروسات أخرى. أه؟ قلت الناس وين كاين اللي راهي تشري حتى الماء معروف الماء حلو، ما تعرفيش المصدر، ما فاتش على تحاليل، وهذا كامل يؤدي الى امراض المعديه نعرفوها. قلت في الصيف تتكاثر يعني لي مالادي انفيكسيوز اللي نخافوا منها في الصيف. يعني حتى الماكله تحطيها في المطبخ ما لازمش تكون هكذاك، لازم تكون في الثلاجه وفي درجه بروده معينه. وما ننساوش انه يعني ما راحش نخلطوا يعني الامور، ولكن الفيروس بروحه راه لغز بكل صراحه، وهو يعني ربي أمر أنه يصيب الناس. الله يشفينا ويرحم الموتى ويحفظ المؤمنين، وقلت يشفي المرضى إن شاء الله. وراح يبانوا سلالات، راح يزيدوا يبانوا سلالات، وما يكونش كاين تحسن باش نبقاو في نفس الوضعية ونبقاو في نفس المشاكل. هنا أختي أحلام مأمون راح نجاوبك. إلا حبيتي ديري تطعيم أو التلقيح أو الفاكسان هنا تبقى فيك، لأنه هذه حرية شخصية، ونعرفوا أنه التلقيح وكل يعني لي فاكسان تكون من نفس الفيروس يعني من الكورونا، ولكن في المخبر يفوت ينحوا الحاجة اللي ماشي مليحة في الكورونا، يعني الجزيئات وأصحاب يعني المخابر يعرفوا هذا الشيء، ويخلوا الحاجه المليحه باش كي يديروا لك لو فاكسان يدخل للجسم تاعك، والمناعه تاعك تكون تعرفت على الفيروس. مام الانسان لو كان يصاب بالمرض او بفيروس كورونا ما حش ياثر عليه، لانه الجسم تاعك راح يقراه بكل بساطه باش تفهميني. هنا قلت حبيتي ديري حريه شخصيه، ما حبيتيش ديري حريه شخصيه، هنا شوفي قلبك وشوفي نفسك، ولا كي حابه ديري ولا ما كيش حابه ديري، لانه الكلام كتير، والناس قلت الغير الواعيه، الناس الغير الواعيه تتكلم في كل الامور، في الرياضه، في الطب، في الصحه، في الطلاق، في الزواج، نهضروا بكل صراحه، واغلبيه الجزائريين معروفين بهذا الشيء. وين لحقنا حتى في بيت واحد تصيب الناس النص دار التلقيح والنص ما دارش التلقيح، وكاين ناس اللي دار التلقيح وفي بيت يعني في دار واحده ما يقولوش انه درت التلقيح، هادوك يستناو في الاخرين يمرضوا، والاخرين يستناو في الاخرين، يعني الفتنه بزاف. الله يثبتنا في الدنيا هذه. يعني نهضر معاك بكل صراحه اختي، لانه قلت كاين في الصيف كاين دي مالادي، وين لا فيفغ تيفويد، وين كاين الكوليرا، وين كاين ميكوز لا ميكوز، وين كاين قلت لا ميكوز انتستينال، كاين قلت وين كاين عدة أمراض، وين لاكي كيتي سويس وين تأثر على الإنسان. هنا يعني لازم يفوت الإنسان قبل في تحاليل، لأنه كاين الناس اللي عندها حمى بدون تحاليل يروح القسم كوفيد. هنا وين كاين هنا وين الخوف. ولكن حبيتي ديري التلقيح نقول لك بصحتك، وربي يحفظك ويحفظ المؤمنين اجمعين ويحفظنا كاملين ان شاء الله. هنا قلت الانسان لازم يكون واعي وما يسمعش لهاد الشوشره وهاد البلبله، ونقول لك خديك من الاخبار يعني باش تكوني مرتاحه، خديك عيشي سالمه، عيشي. ونعاود نكرر يعني هذه حرية شخصية، وإن شاء الله ربي يشفي المرضى ويرحم الموتى ويرفع عنا هذا الوباء والبلاء إن شاء الله. وإن شاء الله نكون فتك وهدرت بكل ارتياحية معاك، وما حبيتش ندخل في حاجات واحد أخرين. وزيدي شاوري، استفتي نفسك وشاوري نفسك وصحتك قبل كل شيء، لأنه ربي سبحانه خلقنا بعد كما نقولوا احنا المحنه هذه اللي جازت علينا، ربي يرزقنا بالتلقيح. انت تعرفي واش يصلح بك. نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، الى الملتقى، شكرا، مع السلامه.